السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول موضوع هنتكلم عليه في قناتي. هنتكلم عن مرض منتشر جدا جدا وبيقضي على حياة ناس كتير سنويا، بل وإن 46% من الناس اللي تشخصوا بيه ما كانوش يعرفوا إن هو عندهم. فتخيل كده لو في مرض زي الكوفيد بيقضي على حياة ناس كتير، بيجي لناس كتير وهما ما يعرفوش، تخيل يبقى شكله عامل إزاي؟ إن هو أعراض ضعيفة فالناس مش بتعرف إن هو عندهم، بس بيؤدي إلى انتهاء حياتهم. هو حاجة شبه كده. بنتكلم عن ارتفاع ضغط الدم او الضغط. طيب ازاي ده؟ انا عارف ناس كتير عندها ضغط. احنا هنتكلم عن الضغط ان هو مرض الشباب. طيب ازاي نوصفه كده في شخص تلاتيني او اربعيني مضغوط، بيشتغل اكتر من شغلانه عشان يكفي بيته، دماغه شغاله على طول وبيقعد يفكر كتير، بيجيله صداع بشكل متكرر واحيانا ضعف في النظر، ويجي فجأة ممكن من الاسترس أو التوتر يطب ساكت أو يغمى عليه وهو ماشي. نحاول نلحقه أو إسعاف يجي، يلاقي ضغطه عالي، يديله حباية أو قرص تحت اللسان، يبدأ الضغط يقل شوية شوية ويرجع يفوق وما يبقاش فاهم اللي حصل أو فاكر اللي حصل. السيناريو ده متكرر وبنشوفه يوميا بشكل كتير جدا، ويمكن بعض المشاهدين شافوا الموضوع ده قدامهم. هنتكلم النهارده عن ضغط الدم، اسبابه وازاي نحمي نفسنا منه، وليه لما بيرتفع ناس كتير بيحصل لها مشاكل وناس لا، وازاي لو نعرف ان احنا عندنا لا قدر الله ولا لا، ونحمي نفسنا منه ازاي. هنبدأ بأول موضوع وهو ايه اسباب ارتفاع ضغط الدم وازاي نشخصه. اسبابه مفيش سبب واحد محدد نقدر نقول ان هو ده السبب في ارتفاع ضغط الدم، بل في عوامل مساعده كتير زي قله الحركه وعدم ممارسه الرياضه، شرب السجاير والتدخين بشكل عام، الشيشة أو ما إلى ذلك، القهوة والشاي والكافيين كترهم طبعا، أمراض مزمنة زي السمنة المفرطة في منطقة الوسط بالذات، أمراض الكلى وأمراض الكبد بترفع الضغط بشكل عالي جدا، ارتفاع الكوليسترول في الدم. كل دي عوامل مساعدة بتساعد أكتر إن الضغط يرتفع. طبعا هو أهم والسبب الأكبر والأعم هو الاسترس، التوتر. الحياة المليانة ستريس ومليانة إجهاد ذهني ده قادرة لوحدها إنها ترفع الضغط بشكل جنوني. فعشان كده دايما محتاجين إن احنا نخلي بالنا من صحتنا النفسية، ما نتعصبش، ما نتوترش، ما نشيلش، ما نحملش نفسنا أكتر من طاقتها. دي كده بشكل عام الأسباب. هننتقل للنقطة التانية، ازاي بنشخصه. طبعا بنشخصه بقياس الضغط العادي بجهاز في الصيدليه او عند الدكتور في الكشف الاولي. قياسات الضغط المفروض الطبيعي تبقى من 120 ل 80، طبعا في الستات بتقل شويه، وعشان كده أنا لما قلت في الاول انه اكتر في راجل 30 او 40 لان الرجاله عرضه اكتر للضغط. طيب ليه؟ لان الستات عندهم هرمون الاستروجين، ده بيقلل الضغط نسبيا، وان كان الفتره دي شايفين ان الستات برضو بيجي لهم الضغط بسبب برضو نفس المشكله اللي هي الاسترس والحياه متسارعه جدا. طب قبل ما نقيس الضغط محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نكون جايين هاديين، مش بعد شغل، مش بعد الاكل على طول، ما يكونش مثلا لسه طالع مجهود، مثلا طالع سلم 3 ادوار واروح اقيس الضغط الاقيه عالي، وطبيعي جدا يبقى عالي بعد المجهود لان الجسم بيحتاج اكتر. فدي كلها حاجات لازم نعملها قبل ما نقيس الضغط. ليه بنسميه قاتل صامت؟ لانه بيجي من غير اي اعراض، وهو مش فيروس ولا بكتيريا بيدخل الجسم، لا، هو جوه دمنا، زي ما هنمثله دلوقتي بمواسير الميه. المواسير دي اللي هي الاورده والشرايين ماشي فيها الدم، الضغط جواها زاد بشكل تدريجي، طبعا مش هيبين اي اعراض ولا الشخص هيحس باي حاجه، لكن الشعيرات الدمويه اللي في اخر الاورده دي اللي هي المواسير دي اللي هي مواسير البيت طبعا مش هتستحمل الضغط العالي، فهتبدا تفرقع، زي ما لما يحصل تسريب مثلا في الحمام او في المطبخ بسبب ان ضغط الميه الرئيسي عالي. زي بالظبط كده اللي يحصل في الجسم لما الاورده او الشعيرات الدمويه دي اللي عند الكبد او اللي عند الكلى او اللي في الدماغ او اللي في المعده يحصل فيها مشكله زي انها تفرقع. طبعا ساعتها هتبدا تحس بصداع شديد، تبدا تعمل ضعف في النظر، تبدا تعمل الم في المعده، الم في البطن. ده كله مشاكل من الضغط المرتفع على مر سنين طويله. يعني لما بنشوف حد بيتشخص بالضغط على سن ال40 بسبب ان عنده ضعف في النظر، ده معناه ان هو كان عنده من 10 ل 15 سنه ضغط بشكل مستمر وفجأة زاد. طب زاد بقى ليه؟ ممكن يكون حصل له ضغط نفسي، حصل له مشكلة حاليا، وده غالبا اللي بيكون حاصل فعلا. 20%
من العالم اللي هم 2 مليار شخص شخصين بالضغط، و40% من المصريين ما يعادل 44 مليون مصري مصاب بالضغط. يعني ايه؟ يعني نسبة كبيرة، نص الشعب تقريبا مصاب بيه. 40% بقى من دول اللي شخصوا بالصدفة، يعني هو بيعمل فحص طبيعي عادي او فحص عشان حاجة تانية بيقيس الضغط، لا الضغط عالي، فعاد القياس مرة تانية وتالتة وبرضه فضل عالي، فتشخص كأنه مريض ضغط وبدأ يتعالج. هنوصل بقى لأهم نقطة العلاج، لأن في دايما يعني معلومة مغلوطة إن مريض الضغط هيفضل ياخد علاج الضغط طول عمره، ودي معلومة غير صحيحة. بل إن خطة العلاج لكل مريض بتتفصل على كل شخص واحتياجه. يعني لو واحد 20 سنة لسه متشخص حديثا بالضغط، ممكن ياخد العلاج لفترة مؤقتة، الضغط ينزل، يبدأ يعدل في أسلوب حياته، يعمل شوية رياضة، يقلل السجاير، ياكل أكل صحي، والضغط ينزل ويبطل علاج. ممكن شخص بقاله 10 سنين عنده الضغط هياخد العلاج لفترة أطول. بالظبط كده، العلاج بيبقى على حسب هو عنده الضغط بقاله قد إيه. ولو حد ما يعرفش، احنا نفضل ماشيين مع العلاج لحد ما الضغط يبدأ ينزل، ولما نقلل العلاج برضه الضغط ما يعلاش تاني. في الحالة دي يكون خف من هذا المرض. ودايما ما ننساش لكل داء دواء. آه والحمد لله علاجات الضغط موجودة ومتوفرة. شوية نصائح لازم نخلي بالنا منها: الرياضة وممارسة رياضة، يعني نص ساعة مشي بس في مرتين في الأسبوع ممكن يحموك من أمراض كتير جدا، من السمنة، من الضغط، من السكر، ومن أمراض تانية كتير. طبق السلطة لوحده فيه كل الفيتامينات. بالنسبة للستريس، يعني في مقولة لازم نكون عارفينها: ما كان لك سوف يأتيك ولو كان بين جبلين، وما لم يكن لك لن يأتيك ولو كان بين شفتيك. فنحاول نترك التفكير ونترك التدبير للخالق سبحانه وتعالى، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة يوم الأربعاء الساعة 9. ولو ما كنتش عملت لايك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل جديد. السلام عليكم.